نعطيه لك في منتصف الجبهه لهنا، ليش مش خاف منك؟ انت ساقط وماكش راجل. انا هو راجل تحكي عليه. انت ديجا من عند ربي مشوه. الصراعات والكلاشات في الانستغرام ما زالت متواصلة. اليوم نلقاو كلاش قوي برشا بين صانع المحتوى عزيزوس وصديقه بيانيل، وكل واحد من جهته يواجه في الاخر بطريقته الخاصة. نشوفوا مع بعضنا التفاصيل في الفيديو هذا. سيدي دي تقريبا عندي 10 شهور ما عادش نحكي نواه، صاحبتنا وفات كل واحد على روحه وكل واحد ربي معاه وربي سمعنا على بعضنا خير. ما راح عني انه السيد في كل مرة في لايف نتاعو يجبد اسمي، جبت اسمي من فترة 6 شهور، حكى عليا وقلت بيانيل ما تجاوبوش ومستواك مش من مستواه 0.86 بالنسبة لي هو. اي جواب باش تجاوب عليه باش يطلع يسب لك امك في لايف. هذاك هو شنو يعرف كان السبب. هذاك علاش اهترت ما عادش عارف شنو تحكي. انت خليتني انا راسي ما نهزوش من الصحن وتكلاشي فيا في لايفواتك بغنايه ارمستا يكلاشي في كلاي 2018 تحط فيها مش في بالك ارمستا غنى علي انا كي تحط انت وتبدا تغني معاها كيف بدك تغني علي انا انت كي تعمل هكاك تتفورخ 30 سنه تحط في غنيه ارمستا يكلاشي في كلاي. انت تعرف لحم كوكا يسني انا فلوس كونش في ساقسك كنت نجيب حداك ممكن كنت نجي نسلك كوكا وزطله وما نخلصش اللحمه ويجيو يشكولك ليك انت. ردة الفعل نتاعي ما كانش فيها لا سبان ام ولا جبدان اسامي. بيهدي هو اللي بدا بسبان الام، هو اللي بدا يجبد لي في اسمي ويحكي عليا ويشهر بيا، فانا رديت الفعل كما قلت لكم. النقطه الثانيه نحب نجاوب الاخت اللي هبطت عليها ستوري وقالت تحكي في الولايه. انا ما حكيتش عليك يا اختي وما جبدتكش في حتى لايف، ونتحداك انت والصفر 86 نتاعك ان تجيب لي اي ريكورد فيه انا نحكي عليك والا حتى نرمي في المعنى عليك يا اختي. ربي يهديك، اللي عملته عيب، حسبي الله ونعم الوكيل. ما باش نقول حاجه باش نعلق على حاجه في الستوري نتاعك اللي انت قلت ما جاوبش عبد يوما ما دخل لداري وكلا الماء والملح. صحيح يمكن يوما ما دخلت لدارك مرتين 3 4، ولكن ان كنت ناسي بفكرك يا اختي راني دخلتك الداري وكليت الماء والملح في دار ليلة شهرين او اكثر انت والصفر 86 وعطيتك السبيت نتاعي باش تاخذ راحتك انت وراجلك. دي خليها لهنا ما تنساهاش. فما ناس كل واحد اصله، فما ناس تشوف بالخير اللي عملته معها الناس، كل واحد يرجع ليه اصله وربي يهديك وربي يسامحك ان شاء الله. شيء اخر نحب نعلق عليها في الستوري بتاعك، انت قلت راجلي كان يجاوبه تقول ما عادش يخرج من الدار. انا هو راجل تحكي عليه. فرقني قال انا سرقته مراولو وسراولو كي جيت مروح. انا هبطت ستوريات في يوم الفليجات وقت اللي مروحين هذه الاولى. مشيت برشا مرات بحذاه مانيش عارف على انهي مره اللي يحكي فيها انا سرقته فيها. هو يعرف اللي انا امبوسيبل ومستحيل نسرقه. انا نجم نقول له هات اعطيها لي الحاجه هذيك ونعرفه يعطيها لي في الوقت هذاك وهو يعرف. نقول له اعطيني المريول طيب مدهولي، نقول له اعطيني السروال طيب كيما قال كيما اديته مد لي السويت نتاعو هو باش نجي انا نسرقه. كان قلت اعطيه لي المريول اللي باش نسرقه ولا السروال راهو مدهول باش يحسب معايا مريول ولا سروال. باهي مثال سرقني هذه هي الاولى. بلا يا اختي خرجوا يحطوا في الشمس على الاقل يتشمس شويه ياخذ فيتامين دي خير من اللي هو قاعد على البيسي يا في الفرش راقد. الحكايه يا شباب ان شاء الله يكون لكم درس وعبره في حياتكم باش تعرفوا شكون تخالطوا في الحياه، على خاطر انا غلطه عملتها في كاريري خلطي بالناس هذوما وتضريت منهم على الاخر. هاك تشوف كوميونيتي نتاع الجيمنج تعرف انا خيري سابق عليهم وقداش سيكورتيتهم وقداش عاونتهم ووقفت معاهم. حسبي الله ونعم الوكيل، ربي يهدي جعلوا لله. حكى عليا في اللايف نتاعو قال مشتاق تروفيات ولا شنو يا سفر يا شنو. وانا وقتها اقسم بالله لا جبدته، اقسم بالله لا حكيت عليه، اقسم بالله لا درت بيه بحتى كلمه. قال اكبر دليل انه انا اصحابي يحبوني. انا هم اصحاب تحكي عليهم. بس كنت تحكي على الصاحب اللي كان يبعث لها في الميساجات ويقول لها رد بالك منه وراهو صفر وراهو ما يصلحش وانت شديته بالكابتيرات، والا الصاحب الاخر اللي يحكي اللي الكليك نتاعك معدوم. انا جاني صاحبه مره قال لي راهو الكليك نتاعو تعب هذاك علاش ما يجيبش صغار. يا اخي مش في بالك تعاير فيا كان انا ما نجيبش صغار، مش في بالك تعاير فيا بها بالحكايه باش تعايرني تقول لي يلي ما تجيبش صغار تقول تكتب تقول يا صغار في عينيك انت اللي ما يجيبش صغار نجم يكون ابتلاء. انا نتحداك على خاطر ظهر لي مش باش نجي نتحدى انا العباد نمشي نجيب صغير غدوه باش العباد تطلع كذاب. انا باش نتحداك قدام اي انسان يتبع في المشكله. ما هو انت مش في بالك تعاير فيا وقلت انا جاني صاحب وحكي له مش انت جبتها مش انا حكيتها لك حتى فهمت، خاطر انت صاحبي بالكدا تعرف اللي كان جات فما حكايه ممكن راني قلت لك فهمت، راني قلت لك راهو
مبتليني ربي ما نجيبش صغار والا يا الله غالب. انت فهمت؟ ما نتصورش روحي باش نجي نكذب عليك هاي ليه هاتوا نجيبهم الصغار هاي وان شاء الله قريبه فهمت؟ وزيد ما عندكش دخل اصلا، لا انت عندك دخل لا حتى اي انسان عنده دخل في الحكايه ذي، فهمت؟ ولا ينجم يجي يقول لي اش نعمل ولا اش ما نعملش، نجيب ولا ما نجيبش. لكن انا غدوه اني طالع لي الصفاقس، اليوم نطلع للصفاقس تعدي لك غدوه للدار، نمشي انا وياك للبيت، فهمت؟ وانت كانك صادق صح عليك، وانا كان طلعت ما نجيبش صح عليك، تلقى باش تعايرني ما يسالش، انت ساقط وماكش راجل، فهمت؟ كان طلع الموضوع صحيح صح عليك، هز وخوي طلعت لك ورقه تحليل وقت عاير كنت تحكي عليا من الكل، هم الكل راهم نحب نبشرك اللي هما يكلطوا فيك، اما انا راني نعطيها لك في منتصف الجبهه لهنا، ليش باش تخاف مني؟ سلفت من عندك مره فلوس، زيد من عندك 5 ملايين، استحقيتك في فلوس لقيتك، في بالي يا بيانيل عمرك الكل تستحقني، مش في فلوس، مش نجي نقول لها راه يستحقني في فلوس، في بالي عمرك الكل تستحقني وتلقاني في برشا حاجات خير الفلوس، ضالي مش نستحقك كان في الفلوس، ضالي استحقيتك في برشا حاجات اخرين وانت تستحقني في برشا حاجات اخرين، مالا باش كنا اصحاب برو، كان انا ما نستحقلكش وانت ما تستحقليش باش كنا اصحاب معناتها، باش واقفين مع بعضنا. قالوا فري فاير ماتت وانتهت وهو يلوج على البوز ولقى ما يعمل جيست يحب يحرك انستغرام ويحرك كيفيته، ما حناش متاع الشيء هذايا. العباد اللي تبع فيك، ما فما حتى انسان جماعات، ما فما حتى انسان قررت اللي تحكي فيه صحيت ولا راك اللي تحكي فيه عيب، خاطر في بالك تو نفسر اللي انت فاش حكيت وانا تو حكيت شيء، في بالك اللي انا راني ما نخممش وما جاتش لمخي باش نخمم ونجبد لك دوسياتك ونبدا نحكي عليك ونبدا نشوه لك في سمعتك، علاش خاطرك انت ديجا مشوه من عند ربي، انت ديجا من عند ربي مشوه، انت ديجا اللي تحكي وقلت انا ما نعملش مشاكل وتو بديت تتمجد لنا في فري فاير وفري فاير رجعت قويه وفي باش العباد ما تمشيش وتخليك انا رجعت قويه وانا رجعت انت ما تعملش مشاكل مع العباد، من عبد قداش من مشكله عملها، قداش من عركه عملها، قداش من واحد عايرته، قداش من واحد سمعته الكلام، قداش من واحد ذليته، قداش من واحد انا بكم ما لقيتش فيك الخير. الحمد لله كانت الشهرة نتاعنا عن طريق اللعبة نتاعنا وفيديوهاتنا اللي كنا نهبطوهم في اليوتيوب، ما كانتش عن طريق البهامة نتاعنا اللي كنا نوريو فيها للعباد والعباد تضحك علينا، او ان نسبوا العباد باش نعملوا فيديوهات وباش نشهروا عن طريقه. ان كنت ناسي بفكرك. لازمكم تفهموا مليح، راهو السيد هذاك انا كنت حاسبه خويا، راني ماكل انا ويا الماء والملح، راني ما جيتو بشيء، راني ما حكيت عليه بشيء، راهو هو اللي بدا اللول، هو اللي خرجني لهماك تروفيات ولا شنيا، قال لك انت تتلهمك في تروفي، طيب ودي انا له تروفي اجي نهزك نوريك. سوبر ستار موست بوبيلار هذايا في الفيتنام ماخذه، هذايا في الفيتنام ستريمر اوف ذا، هذايا سوبر ستار، هذايا التيتر اللي كنت سارقه لي انت، بالمره هذه كانت منحيه، هاي هذه لقيتها كانت منحيه خاطر انت كنت مخليها كحله على خاطر تعرف كان انا نهار باش نجي لوحدك ونقرا هذه نعرف اليوم تاعي، يا اخي انا لقيت هذه في القجر وحدها مطيشه، قلت لك يا بنين اخي وين نتاع تروفي شنو هذه؟ قلت لي لا ما نعرفش نتاع انا تروفي، ما قلت لك ليه راني نتاع التروفي هذا نتاعي، يا اخي قلت لي خليهولي ما هو عندك برشا، مالي عندي برشا، شوف صحيح انا عندي برشا تروفيات، لكن انت قلت لي خلي لي هدايا، ما هو عندك برشا خليه لي، قلت لك انا ليه انا تعب عليه وتروفي نستحق اني نحطه عندي، تقول لي ما هو عندك برشا، فما ميداليه اخرى مانيش عارف ظهري زاد نتاعي وخليتها لك، وفما تروفي اخر اللي انا جبته اللي انا نعرف اللي فما تروفي اخر مازال موجود عندك في الدار، ماهوش نتاعك وماهوش نتاعي انا، نتاع طفل صاحبنا الزوز، انا ريتو التروفي عندك من عم ناول، عمري هاني متعارك معاك، لا نهار جبتك، لا نهار مشيت قلت له طفل، ولا نهار حبيت نضرك، ولا نهار خممت اني نعمل لك مشكله. تكتبوا لي علاش تجاوب فيه صفر ما يجاوبش، على غالب شباب هذه اول مره نهبطوا المستوى كيما هكايا، نوعدكم اللي هي اول مره واخر مره، ومهما حكاو ومهما جات ناس بعدهم تحكي راني مانيش باش نجاوبهم، الصفر يبقى صفر. بيس.